من نهار اليوم ما كيش راح تزيدي تشري خبز تورتيا من برا، حتى هذيك مكسره اليدين اللي خاطيها الكوزينه هاد الوصفه رايحه تنجح لها. درتو على الطريقه المصريه وجاني خير ملي نشروه من برا. اروحوا نحضروه مع بعض. في كسرونه حطيت 2 كيسان تاع ماء، ضفت عليهم ملعقه صغيره تاع الملح، 2 ملاعق كبار تاع الزيت، خلطت وحطيته فوق النار يغلي. من بعد ما غلى لي جيت ضفت عليه 4 كؤوس تاع فرينه اللي كنت غربلتهم دفعه واحده، وبقيت نخلط حتى وين بدات تشكل لي عجينه. فرغتها فوق لو بلون دو طرافاي، والحاله لهنا راهي سخونه، لازم نعاونوا روحتنا بلا سباتول ولا مغرفه تاع الحطب، نبقاو نطمو فيها حتى وين نتحصلوا على عجينه تكون طريه كما راهو موضح في الفيديو. حطوا لاباط ديالكم دون ان ساشي اليمونتير وبداو تشكلوا في الخبيزات. فوق لو بلون طرافاي حطيت كميه مليحه تاع لافارين، حطيت شويه من العجينه وبديت نفتح فيها. حاولوا ترقوا العجينه ديالكم قدر المستطاع. لهنا درت 2 اشكال، درت خبيزات صغار ودرت خبيزات كبار، المهم نديروهم على حساب الحجم اللي رانا حابين نتحصلوا عليه. كملت فتحت كامل العجينه، قطعتهم ووجدتهم كامل ضربه واحده باش نروح نطيب على جهه. دوك ما بقى لنا غير نطيبوا لي تورتيا ديالنا. انا طيبتهم في المقله تاع الكريب، سخنتها مليح فوق النار وعلى نار متوسطه بديت نطيب فيهم. غير تحطوهم نحسبوا لهم 20 ثانيه ونقلبوهم على الجهه الثانيه، نبقاو نقلبوا فيهم حتى وين تحصلوا على الشكل اللي راهو موضح في الفيديو. باش لي تورتيا ديالنا يقعدوا طريين وما يتكسروناش من مقله قبل نحطوهم داخل طرشونه ونزيدوا نغطوهم بساشي. نتمنى الوصفه تاعنا اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش ديروا لها حفظ وتخليوا لي جيمي كومونتير وتبارطاجيوها مع صحاباتكم. سلام.